هلو يا حلوين، عاملين ايه؟ يا ترى ايه احلى، برجر لحمة ولا برجر تشيكن؟ تعالوا نشوف مع بعض الطريقة ونجرب الاتنين مع بعض ونحكم بنفسنا. معانا نص كيلو من اللحمة، والبهارات معلقة صغيرة بهارات لحمة، معلقة صغيرة فلفل اسود، معلقة صغيرة ملح. هنجيب مكبس البرجر واي كيس عندنا، واللي ما عندوش المكبس ممكن يستعمل اي غطا برطمان. هنكور اللحمة زي ما انتوا شايفين كده، وهناخدها نحطها في المكبس نفردها زي ما انتوا شايفين. هنضغط جامد شوية عشان البرجر يطلع مظبوط. يا حلاوته يا جماله، بجد هيطلع احلى من المطاعم بكتير. تاني حاجة هنبدأ في البانيه، هنصفيه كويس جدا. وبعد كده هنضيف البهارات: فلفل اسود، بابريكا مدخنة، كاري، مرقة فوري، وده كله نص معلقة صغيرة، ومعلقتين زيت كبار. الخطوة التانية كوباية دقيق، ونفس البهارات اللي حطيناها على البانيه هنحطها على الدقيق. الخطوة التالتة هنحط البانيه في الدقيق، وبعد كده نحطه في مية ساقعة، هنعد ل3 ونشيله نحطه في الدقيق تاني. اول ما الزيت يسخن معانا هننزل بالبانيه، بعد دقيقتين نوطي النار عليه نخليها وسط.
مقرمشة من بره وطرية من جوه، طعمها تحفة. لازم تجربوها، طعمها خطير. هنجيب الجريل بتاعنا وهنرش في الجريل زيت، بس ما نكترش لان كده كده الدهون بتاعه البرجر هتنزل. وكده نكون خلصنا وصفتنا النهارده، برجر اللحمه والتشيكن اللي فعلا يستحق التجربه، طعمه يجنن وهيعجب كل العيله. اتمنى تجربوه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك والاشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. باي باي يا حلوين.